لما بنشوف القماش ده بنفتكر رمضان على طول. قماش الخيامية أو قماش خيمة رمضان ليه تاريخ طويل مع مصر، وارتبط برمضان من العصر الفاطمي واستمر معانا لحد النهارده. لما الفاطميين دخلوا مصر كانوا بيهتموا جدا بالاحتفالات الدينية والمواكب، وكان شهر رمضان في القاهرة بمثابة مهرجان ضخم. وكمان الفاطميين كانوا أول حد يعمل سرادقات رمضان الكبيرة والخيام اللي كانت بتتفرش عشان تستقبل الناس لموائد الرحمن، فبدأوا يستخدموا قماش الخيامية في الخيم الرمضانية وكمان عشان يزينوا الموائد. ومن بعدها سنة ورا التانية بدأ القماش ده يرتبط برمضان لحد ما بقى دايما يزين الشوارع والبيوت. ودلوقتي ما بقاش بيتعمل بشكل يدوي غير قليل جدا، بقى بيتباع بكميات كبيره عشان يستخدم في زينه رمضان والمفارش الرمضانيه. وعلى فكره ده ما كانش شكله بالظبط في البدايه، لان مع مرور السنين الحرفيين بداوا يدخلوا عليه اشكال اسلاميه وهندسيه فبقى بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. عامه فن الخياميه ده فن عظيم وتاريخه كبير جدا، ومش اي حد على فكره يقدر يشتغل فيه. استنوا فيديو تاني عشان تعرفوا اكتر عن فن الخياميه.